مساء الخير على احلى متابعين. معاكم مطبخ نيرو. ان شاء الله بقى النهارده كده هعمل معاكم تجهيزات رمضان، هنعملها كده بطريقه سهله. بما ان داخل علينا كده رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين وبألف خير يا رب. هنعمل بقى كده تجهيزات تسهل علينا وقفه المطبخ، بما ان احنا بنبقى صايمين كده ومش قادرين نقف في المطبخ كتير. عملتها النهارده معاكم بكل سهوله، ان شاء الله مش هتاخد معاكم وقت خالص. حاجات كده تسهل علينا الوقفة طول اليوم. تعالوا بقى كده نشوف عملنا التجهيزات دي ازاي. انا جايبه الكنافه كده بقى كل نص لوحده، هي بتنباع كده اصلا عند بتاع الكنافه. اول ما جبتها كده حطيتها في الفريزر، ابدا بقى كده افركها. ممكن اطحنها في الكبه، بس هي كده سهله برضو بالايد بتتكسر بسرعه معايا. ان احنا بقى نعمل الكنافه بالطريقه دي بتريحنا طبعا جدا، بدل ما كل شويه نقعد نحمص كنافه. واحنا في رمضان بيبقى الواحد عايز يخلص بسرعه اصلا واليوم ضيق، وطبعا لازم نعمل اكل كتير والمحمر والمشمر، فاليوم مش مستحمل ان احنا نعمل برضو الكنافه كده نقعد نحمص فيها. وبما ان برضو الكنافه كده حواراتها كتير، فكده دي اسهل طريقه. وما تقلقوش خالص يا بنات من حركه ان انتوا تخزنوا الكنافه متحمصه في الفريزر، انا دايما بعملها على طول. انا من الناس اللي مش بحب التفريزات بصراحه، بس دي من الحاجات اللي بتريحني، لان طبعا لازم كل يوم نعمل حلويات، والحلويات لازم تبقى فريش، ما نعملش الحلويات كده نقعد ناكل فيها باليومين والتلاته. لو انت جبتها من عند بتاع الكنافه وجيتي تقطعيها على طول، مش هتتقطع، مش هتتكسر معاكي كده بسهوله زي دي. لازم تحطها كده في الفريزر ساعتين تلاتة اقل حاجه، او حطها من بالليل. انا بصراحه حطاها من بالليل في الفريزر. كده بقى هو قطعت كده كل كميه الكنافه. هحط بقى كده السمنه دي، دول كوبايه ونص سمنه، كل نص كيلو كنافه بحط له نص كوبايه سمنه. يا دوبك بس سيحتها كده على البوتاجاز، واقلب بقى كده الكنافه، اقلبها كويس مع السمنه. هحطها بقى كده تحت الشوايه، وكل شويه اقعد اقلب فيها. كل 5 دقايق كده هفتح البوتاجاز واقلبها عشان برضو لا تتحرق معايا. ومعايا بقى كده كيلو سكر هطحنه برضو كده في المطحنه بتاع الخلاط. طبعا في رمضان بنعمل حلويات كتير، فلازم ان احنا كده يبقى عندنا سكر بودره، فمش هنقعد كل شويه نطحن. فدي برضو بتبقى من ضمن التجهيزات معايا. بيريح الواحد في العمايل كتير. داخل علينا بقى الكحك بتاع العيد والحلويات والحاجات دي كلها، فنعمله كده ونريح دماغنا، لان السكر البودرة بيبقى بره اغلى بكتير من السكر ده. ف فنطحن كده كيلو السكر ده ونخليه برضو عندنا. الكنافة كل شوية كده اطلعها بقى واقلب فيها كده. هي بدأت تتحمص معايا اهي، انا قلبتها كذا مرة. طحنت السكر اهو بالشكل ده. هحط بقى كده، هحط كده 4 معالق هرميين من السكر البودرة ده، لان انا مش هحط عليها شربات، انا هكتفي بالسكر. هقلبه بقى كده كويس مع الكنافة. قلبتها كده كويس جدا اهي مع السكر. هحطها بقى كده تاني في فرن البوتاجاز، وكل شوية اقعد اقلب فيها. هبدأ بقى كده اعمل الشربات بتاع الحلويات. معايا كده كيلو من السكر. انا عاير بالمج الكبير ده عشان انجز برضو. هحط بقى كده، يبقى انا حطيت هنا 3 كوبايات من المج الكبير ده، بما يعادل 6 كوبايات من الكوبايه دي. بس انا قلت عشان اسهل على نفسي، كل كوبايه سكر هحط لها كده كوبايه من الميه. الكيلو السكر بياخد ليمونيه كامله، عصرت طبعا نص ليمونيه هنا، والنص التاني هحطه كده شرايح. بس اهم حاجه ان انا اشيل منه البذر كده بالشكل ده، ما نحطوش بالبذر عشان ما يمررش برضو معايا.
هحط بقى كده الشربات على البوتاجاز ومش هقلب فيه خالص ولا هاجي ناحيته لحد ما السكر ده يدوب تماما. السكر داب معايا اهو. انا كل شويه اقوم بله الفرشه كده وعامله اطراف الحله كده عشان برضو السكر ما يجيش هنا في الاطراف وبرضو يخرز معايا ولا يسكر لي برضو الشربات. بالشكل ده كده ببلها بالميه واقوم عامله الاطراف كده. هحط بقى كده ظرفين من الفانيليا وهحط برضو معلقتين كده من عسل الجلوكوز ده. انا بصراحة نسيت ان انا احطهم في الاول. كل كيلو سكر هحط عليه كده معلقتين عسل جلوكوز. مهم برضو يا بنات ان احنا نحط العسل ده لان برضو بيساعد على ان الشربات ما يسكرش معايا. هرفعه بقى كده تاني على النار. بما ان الفيديو ده تجهيزات لرمضان والحاجات دي بتسهل علينا كده واحنا صايمين، هعمل برضو كده معاكم مشروب التمر. ده كيلو الا ربع من السكر. هو المفروض التمر ده المفروض الخلطة دي بيتحط لها كيلو سكر، بس انا بحب احط كيلو الا ربع عشان برضو يبقى مركز اكتر. الخلطة دي كده بتيجي من عند العطار. احط الخلطة بقى كده واقلبها على بعضها يبقى طعمه بالظبط زي بتاع محلات عصير القصب. ابدأ بقى كده اقلبه كله مع بعضه. بس اهم حاجة اللي هي المادة السائلة اللي هي روح التمر دي نفركها كده كويس مع السكر عشان برضو كل الحبيبات بتاع السكر يبقى فيها كده من الطعم. التمر الهندي بيبقى جميل قوي كده. بقى قلبته كويس هحطه بقى كده في العلبة عشان برضو يبقى جاهز كده ساعة الاستخدام. التجهيزات دي كلها بتسهل على الواحد. التجهيزات دي كلها كده بتسهل على الواحد بدل ما نقعد نعمل الحاجات دي تاخد معانا وقت كده. قبل رمضان كده بيوم او بيومين اعملي الحاجات دي هتسهل عليكي خالص في رمضان واحنا صايمين. كده الكنافه اللهم بارك خالص حمصتها اهي. هبدا بقى اعبيها برضو وهي في الفرن كده. قعدت اقلب كل شويه اقلب فيها كده بالشكل ده لحد ما اتحمصت معايا كده. بس كنت مهديه النار عليها خالص لان وكل 5 دقايق اقلب لان انا لو سبت النار عاليه عليها كانت هتتلسع مني. فعشان تاخدي اللون الحلو ده ما شاء الله اللهم بارك هدي النار عليها خالص وهي في فرن البوتاجاز. تحميص الكنافه كده في فرن البوتاجاز اسهل بكتير اما نحمرها على عين البوتاجاز. نحاول كده يا بنات نسهل على نفسنا. كده خلاص الشربات استوى معايا اهو. بصوا القوام بتاعه. اهو قوام لا تقيل ولا خفيف. انا بعرف اذا كان القوام ظبط ولا لا بقوم حاطه ايدي كده على المعلقه لما الاقيها بتلزق كده. بصوا بيبقى كده خلاص الشربات خد القوام اللي انا عايزاه. سبته بالظبط لمده تلت ساعه على عين البوتاجاز. حابه تسيبيه اكتر شويه ويبقى تقيل عن كده مفيش اي مشكله بس هو القوام ده حلو قوي. هحط بقى كده في البطرمان. لما اكون بقى محتاجه ان انا اعمل حلويات اقوم مطلعه بقى كده الشربات ده هينجز معايا برضو في الوقت. هحطه بقى كده على رخامه المطبخ طول شهر رمضان مش هيحصل له اي حاجه. وقت ما اعوز كده اخد شويه استخدمهم شويه كده على قد الحلويات اللي انا عاملاها عشان برضو ما فيش حاجه تترمي. كنافه اهي بعد ما عبيتها برضو ما شاء الله اللهم بارك. الحاجات دي فعلا بتسهل على الواحد يا بنات بما ان بنبقى صايمين بقى ومش عايزين نقف كتير في المطبخ وطبعا ده شهر العبادة مش هنضيع اليوم كده واقفة في المطبخ. كل سنة وحضراتكم طيبين. كده بقى خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى كده يكون الفيديو نال اعجابكم وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.